ازيكم يا حبايب قلبي ولولي، عاملين ايه؟ يا رب اكون وحشتكم. بصوا، انا فكرت كتير قبل ما اطلع اعمل الفيديو ده، بس هو فيديو مهم جدا بالنسبه لي قبل ما يكون بالنسبه لكم. هو بالنسبه لكم برضو مهم عشان انا هوضح حاجات معينه عني انا. يمكن انتوا فاهميني غلط، مش عارفه انتوا فاهميني غلط ليه. انا بطلع بكل احترام، بعمل فيديوهات بكل احترام. مثلا مش بطلع الفت نظر حد، ولا بطلع مثلا ان انا الفت انظار او كده عشان اتفهم غلط، فاهمني؟ بس طبعا قبل اي حاجه ننزل نكتب في التعليقات ان احنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، عشان الفيديو بتاعي يبقى فيه بركه. دي اول حاجه. طبعا تاني حاجة الموضوع اللي جاي اتكلم معاكم فيه. انا يا جماعة يوم ما حطيت رقم في البايو عندي، يعني في اللي هو البايو بتاع اليوتيوب، انا بشوف زملاء كتير قوي عاملين الحركة دي. ليه؟ لان في ناس محترمة بتخش تدعم اللي زيي واللي زي غيري، لان اكيد اي حد زي مثلا فاتح قناة فهو طالع ياكل منها عيش، مش طالع يهزر، مش طالع يلعب، مش طالع يلفت نظر. تمام. فانا طالعه اكل عيش، يعني القناه دي انا مش فاتحاها كتسليه ولا الكلام ده. فانا طبعا انا بتعلم من الناس اللي فاتحه قنوات، انا بخش وبشوف. فلقيت ان في كذا حد، مش كذا حد، معظم الناس عاملين كده. يا اما حاطين مثلا اكونت الفيس او الانستجرام، او يا اما حاطين رقم تليفون. ليه؟ لان انا اعرف ان اليوتيوب زي ما مثلا بيبقى فيه دخل من اليوتيوب، لما يعني مثلا لما تم عدد الساعات، لما تم المتابعين، اللي هي الشروط المعينة اللي اليوتيوب حطاها، ببدأ اقبض. انا لغاية دلوقتي ما قبضتش. فطبعا انا عارفة ان في داعمين محترمين بيخشوا يدعموا اللي زيي واللي زي غيري واللي فاتحة قناة تاكل عيش، سواء واحدة لوحدها، سواء عيلة، ايا كان. في داعمين محترمين بيخشوا يدعموا الناس اللي محتاجة، او حتى لو مش محتاجة هم بيحبوا عشان بيحبوا الشخصة دي، مثلا عشان روحها حلوة، عشان عيالها كويسين، عشان حابين يبسطوها بيخشوا يدعموها. فانا يوم ما حطيت رقمي، حطيت عشان لو في داعمة او داعم محترمين يخشوا يدعموني ويدعموا اولادي، فاهميني؟ حطيت الرقم عشان كده، مش حطيت الرقم عشان لو في حد عايز يسفل معايا في الكلام ولا. انا جاتلي كذا معاكسة على الرقم، وكذا حد يخش على اساس ان هو داعم وهيدعم، بس بعد كده بلاقي ان الشخص ده او الشخصة دي مش داعم، فبقفل الكلام خالص وبعمل بلوكات. بس انا اعرف ان في داعمين محترمين بيخشوا يدعموا الناس ويساعدوهم بجد من قلبهم، عشان في ناس محترمة. فبرضو اللي فاتحة القناة زي ما في حد مش محترم، ففي حد برضو محترم. ما اخدش كله زي بعضه، يعني ما اخدش كل الناس زي بعضيها. انا الشخص اللي بخش اكلمها انا ما اعرفش ايه ظروفها عشان اخش والعب بمشاعرها، وانا هدعمك وانا هديكي وانا هديكي تجيبي لاولادك وانا هعمل وانا هسوي. بعد كده تبقى عايز حاجه معينه من الشخصه دي، ولما ترفض ما تدعمهاش. مش حلو. مش حلو ان انا عشان ربنا رازقني ادوس على بقيه البشر، لا طبعا. انت متعلمش ربنا، كل شيء جاي من عند ربنا، سواء الخير اللي عندك ولا الخير اللي هيجيلي ولا ده من عند ربنا، مش من عندك، مش من عند البني ادمين. الخير ده لأي بني آدم، أي حاجة بتجيلنا من عند ربنا سبحانه وتعالى. فما ينفعش ان انا اذل بني ادم محتاج. ما ينفعش ان انا لقيت واحدة حاطة رقمها يبقى هي عايزة اللي يعكسها، لا. في زملاء كتير قوي على اليوتيوب كلهم عاملين كده. ليه؟ لان في داعمين محترمين، في ناس فعلا بتدعم صحاب القنوات، بيخشوا وبيدعموهم، ما بيفرقش معاهم هم معاهم فلوس او ما معاهمش، لا بيخشوا يدعموهم عشان هم حابينهم، حابين اطفالهم، حابين ان هم يدعموهم، حابين ان هم يعملوا خير عشان ربنا يزودهم. ما انا النهارده لما اعمل خير ربنا هيزودني اضعاف اضعاف. بس لما اذل البني ادم اللي قدامي او اخش اعمل حركات ولما ما الاقيش المقابل، ما دعموش،
ما تدعمنيش، مش طالبة ان انت تدعمني. الدعم من عند ربنا سبحانه وتعالى، مش من عند البني ادم. وانا مش واحدة وسخة، انا واحدة محترمة، انا ست متجوزة بساعد جوزي. مش معنى ان انا متجوزة فانتوا تستقلوا مثلا ان طلعت تشتغلي او كده، لا عادي، في ستات كتير بتساعد جوازها. ايه المشكلة؟ حابة ازود من دخل بيتنا، حابة ان انا ازود من دخلنا، حابة ان انا اخلي اولادي في مستوى احسن، مش عيب. مش معنى مثلا ان انا فاتحه قناه يبقى انا ست مش كويسه، ولا عشان انا منقبه فانا ست مش كويسه. لا طبعا، انتوا بتشوفوني بطلع بكل احترام، ولو انا في حاجه غلط اكتبولي في الكومنتات وهسمع كومنتاتكم كلكم، وهستنى رايكم كلكم في الفيديو ده. وحابه كل الناس اللي بتحبوا مولولي فعلا من قلبها وشايفين ان هي ست محترمه يخشوا ويقولوا لي، عشان انا فعلا الموضوع ده مضايقني بقالي فتره. من ساعه لما حطيت الرقم انا ما حطيتوش بهدف معاكسه ولا بهدف، لا، بهدف ان انا عايزه حد يدعمني، عايزه حد يدعمني ويدعم بيتي لغايه لما القناه بتاعتي ابدا اقبض منها، لان انا طالعه اكل عيش مش طالعه اهزر. فعيب اللي بيحصل ده، عيب عيب عيب. انتوا بتتعاملوا مع واحده محترمه، مش بتتعاملوا مع واحده مش محترمه. وعلى ما اظن بيبان من الفيديوهات اذا كان البني ادم طالع يعمل حركات ومتعمد يلبس نقاب عشان يعمل حركات، ولا هو بني ادم طالع محترم طالع ياكل عيش. عيب اللي بيحصل ده، عيب. ارجع واقول انا حاطه الرقم بتاعي عشان لو في داعمين محترمين سواء راجل او ست، لان كل اليوتيوبر في داعمين بيدعموهم. مش عيب بيبقى شخص او شخص عايزين يعملوا خير، ربنا مثلا رازقهم بقرش زيادة، ربنا رازقهم بخير من عنده، بيحبوا ان هم يساعدوا البني ادمين اللي لسه مبتدئين، او سواء عندهم او ما عندهمش هم بيحبوا يساعدوا. مش عيب. فانا ما عملتش حاجة غلط ولا بعمل حاجة غلط ولا اجرمت ان انا حطيت رقم. انا حطيت رقمي عشان لو في داعمين محترمين حابين يدعموني، لان انا لحد الان اقسم بالله ما خدت ولا جنيه من القناه بتاعتي اللي انا بكلمكم منها دلوقتي. انا فتحت القناه دي كاكل عيش. انا عجبتني الفكره ان في، يعني ان انا مثلا لما افتح قناه ابدا اقبض منها، ابدا يجيلي اكل عيش منها، بعمل روتين عادي يومي. اللي انا بعمله في بيتي عادي بطلع وبعمله. يعني الحاجه اللي انا بعملها في بيتي او سواء انا في اي حته بعمله وبطلعه لكم عادي، بشارككم يومي كشغل من البيت. مش عيب ان الواحدة تشتغل، في ستات كتير او بتطلع برا بيوتها وبتشتغل طول النهار، مش عيب. بس انا بشتغل من البيت. انا مثلا يعني ما عنديش مثلا مهنة، ولا عندي مثلا حاجة ان انا اشتغل فيها، فدي شغلنا من البيت، مش عيب. فما يبقاش بقى جازتها استهزاء والناس تفهم اللي قدامها غلط. على ما اظن انتوا بتشوفوني بطلع بكل احترام والفيديو بينتهي بكل احترام، ما بتعمدش مثلا ان انا اوطي ولا ان انا اعمل حركات تبين ان انا ست مش كويسة. وطلعت اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، قلت يا جماعة بلاش الكلام ده، بلاش الاسلوب ده، مش حلو. مش حلو ان انا اهين اللي قدامي. مش شرط ان انا اهين اللي قدامي بشتيمة ولا ان انا اخش اشتمه، لا، في تصرفات كتير بتهين الشخص اللي قدامك بس انت ما بتبقاش حاسس ان انت بتهين الشخص اللي قدامك. فاللي انتوا بتعملوه عيب. ولو في داعمة او داعم محترمين اهلا وسهلا. ما فيش حد مثلا مش محترم وهيفضلوا يقلوا في ادبهم معايا، لا، يبقى ما حدش يبعت على الرقم ده. عشان الرقم ده لو لقيت حد بيخش يستهزأ ولا حد بيخش يستهبل ولا حد بيخش شايف ان انا ست مش كويسة ولا الكلام ده، يعني مش هينفع اللي بيحصل. انا باكل عيش من القناة دي، فاتمنى ان ما يكونش ده رد الفعل، ما اتمنى ان ما يكونش ده تقديركم للست المحترمة اللي بتطلع. انا حابة ان انتوا تحبوني، ان انتوا تحبوا يوميات ام لولي، الحاجات اللي بتعملها لكم، الروتينات اللي بتعملها لكم، سواء طبخ سواء ترويق، سواء حاجة بتعملها مع بنتها في البيت، سواء اي حاجة. فيما بعد لما القناة تكبر شوية هعمل فلوجات، لو عايزين نعمل مقالب هعمل مقالب. انا حتى بستنى رأيكم وبيهمني رأيكم جدا. فما ينفعش ان ده يبقى الاسلوب.
لو حابين تدعموني وتدعموا ولادي، على عيني وعلى راسي. مش حابين تدعموني برضو على عيني وعلى راسي، بس ما حدش يخش يكلمني. لو حد فعلا هيدعمني من قلبه وحابب ان هو يعمل خير مع ام لولي وعيالها، اهلا وسهلا، على دماغي من فوق. محدش حابب يعمل خير برضه عند ربنا، كله عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا شايف من فوق، سواء حد عايز يدعم حد فعلا من قلبه ويعمل خير عشان ربنا يزيده، واذا كان في حد مثلا ربنا مديله بس بيخش يستهبل مع البني ادمين. واتمنى الفيديو بتاعي ده تشيروه وتكبروا اعلى نسبة مشاهدة فيه عشان يوصل للكل، وكل الناس اللي بتتابع ام لولي يوصل لها. ولو انتوا اول مرة تخشوا القناة عندي، اعملوا اشتراك عشان يوصل لكم مني كل جديد. وهستنى لايكاتكم وهستنى تعليقاتكم عن الفيديو ده وهستنى رأيكم. ومع السلامة.